هل في الجنة خيل؟ قال حبيبنا للأعرابي: إن أدخلك الله الجنة فلك فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت. ما فائدة الخيام في الجنة مع وجود الدور والقصور؟ قال ابن القيم: تضرب على شواطئ البحار والأنهار وفي البساتين للنزهة والاستجمام. اللهم نسألك من فضلك. إذا كانت المرأة متزوجة فما المراد بدعاء الجنازة وأبدلها زوجا خيرا من زوجه؟ المقصود تبديل أوصاف لا تبديل أعيان، يعني بدل صفاته في الجنة خيرا من صفاته في الدنيا. من لم تتزوج في الدنيا أو ماتت مطلقة فهذه تتزوج رجل من أهل الدنيا لم يتزوج. في صحيح مسلم: ما في الجنة أعزب. نص على ذلك ابن عثيمين. ثلثي أهل الجنة من أمة محمد. أهل الجنة 120 صفا، 80 من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. ليس في الجنة حجارة أو حصى، إنما حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وما بين اللبنتين المسك، في الحديث: وملاطها المسك.